الا عندك الفلوس في البنكه فخاصك ضروري ترد البال من هذا النصاب اللي كينصب على الناس بواحد الطريقه اللي ما تطيحش لك على البال وكيدي لهم فلوسهم بلا ما يسيقوا ليه الخبار. بلا ما نطول عليكم، على بركه الله نبداو القصه ديالنا. القصه كتبدا مع هشام. عنده واحد الطوموبيل باغي يبيعها، غادي يدير كما كيديروا كاع الناس، غادي ياخذ ليها التصويرات وغادي يلوحهم في واحد الموقع ديال البيع وشراء ولاحهم حتى في فيسبوك وحط نمرته والمعلومات ديال الطوموبيل وبقى كيتسنى في الاتصالات ديال الناس. في كل نهار تقريبا كيصونيو عليه 10 ديال الناس، ولكن الاغلبيه ديالهم ما كيبغيوش يشريو، غير كيسولوا. حتى لواحد النهار غادي يصوني عليه واحد الراجل باين عليه باللي باغي يشري، حيت بقى كيسول بزاف على الطوموبيل، شحال ضربه من الكيلومتر، واش فايت ليها دايرتك اكسيدا، واش انت اللي خرجتيها اول مره من لا ميزون، وبقى كيناقش معاه في الثمن باش ينقص ليه شويه، حيت هشام كان طالب في ديك الطوموبيل 10 ديال المليون وكانوا عطاوه 9. هاد السيد بقى كيتواى مع هشام حتى خلاها ليه ب9 ونص، حيت هشام صافي بغى يتهنى من ديك الطوموبيل وباغي دوك الفلوس يزيد عليهم شويه ويشري طوموبيل جديده. صافي ملي اتفقوا على الثمن، داك السيد غادي يقول لهشام باللي خاصك دابا تحيد الطوموبيل من الموقع ومن الفيسبوك حيت صافي غادي نشريها. هشام غادي يقول ليه واخا، وقال ليه امتى غادي تدوز ليها. داك السيد غادي يقول ليه بلي دابا ما يمكنش ليا ندوز ليها حيت دابا ما كاينش في قنيطره، وكاين في مدينه الداخله عندي فيها واحد الخدمه، غادي نبقى هنا واحد السيمانه عاد غادي نرجع للقنيطره، وديك الساعه غادي نجي عندك ونشوف الطوموبيل. الا لقيت كلشي مريقل تشد فلوسك ونتكاتبوا وكل واحد الله يسخر ليه. هشام غادي يقول ليه ما قلتي عيب، ولكن بواحد الشرط اللي هو خاصك ضروري تصيفط لي العربون باش نعرف حتى انا باللي راك شاري. داك السيد غادي يقول ليه من حقك تطلب العربون، ولكن حتى انا عندي واحد الشرط اللي هو خاصك ضروري تصور لي البطاقه الوطنيه ديالك من القدام ومن اللور باش نعرف حتى انا مع من كندوي وباش نضمن حقي، وديك الساعه عاد غادي نصيفط لك العربون. هشام غادي يحكم على داك الراجل غير من كلامه، وغادي يبان ليه باللي راجل معقول وباغي يشري، وقال ليه صافي ماشي مشكل، راه غادي نصيفط لك تصور ديال لاكارت ديالي في الواتساب. وداك الشيء اللي دار غادي يصور لاكارت من 2 جوايه وصافتهم ليه. داك السيد غادي يقول ليه ايوا دابا مزيان، ايوا صيفط لي الريب ديالك باش نصيفط لك الفلوس في البنكه. هشام داك الشيء اللي دار غادي يصيفط ليه الريب ديالو وبقى كيتسنى يوصلوه الفلوس، وكانوا اتفقوا على 40,000 ريال. غادي تدوز ساعات المكانه، الفلوس مازال ما وصلوش هشام، حتى لواحد اللحظه غادي يصون عليه داك السيد وقال ليه امضرا واش وصلوك الفلوس. هشام غادي يقول ليه بلاتي نشوف لابليكاسيون ديال البنكه واش دخلوا. ملي مشى شاف غادي يلقى الفلوس ما وصلوش، غادي يصون على داك السيد وغادي يقول ليه بلي راه ما وصلني والو. داك السيد غادي يقول ليه بلي ما يمكنش، وهو يصيفط ليه في الواتساب الروسي باش صافط ليه دوك الفلوس في البنكه. داك الروسي فيه السميه والكنيه ديال هشام وفيه بلي صافط ليه 2000 درهم وفيه حتى التوقيت فاش صيفط الفلوس. هشام باللي شاف داك الروسي بقى غير كيتعجب وعاود دخل لابليكاسيون ديال البنكه باش يتاكد، ولكن الفلوس ما وصلوش. داك السيد ملي كان كيدوي مع هشام حتى هو بقى غير كيتعجب وقال ليه واش انت بعدا عارف شحال عندك في الكونت؟ يمكن راه الفلوس دخلوا وغير ما رديتيش البال. هشام غادي يقول ليه باللي عارف شحال عنده في الكونت، وهو يقول ليه شحال عندك. هشام على نيته غادي يقول ليه باللي عندي 12 مليون و80 الف ريال. هنا داك السيد غادي يقول ليه وقيله راه المشكل من البنكه، وقال ليه الا ما دازوش اليوم فغالبا غادي يدوزو نهار الاثنين حيت غدا السبت وبعدو الحد البنكات ما كيخدموش. هشام غادي يقول ليه صافي ماشي مشكل، تليفون بيناتنا. السؤال اللي سول داك السيد هشام على شحال عنده في الكونت كان سؤال ذكي من داك النصاب، حيت باغي يعرف واش هشام عنده نيت الفلوس في الكونت باش يكمل معاه العمليه ديال تنصابط او لا باش يشوف شي ضحيه اخرى بلا ما يضيع معاه الوقت. هشام بقى كيتسنى يوصلوا الفلوس نهار الجمعه، ولكن ما وصلوا والو. صافي تما غادي يعرف بلي الفلوس غادي يوصلوا نهار الاثنين، ولكن حتى ملي وصل نهار الاثنين ما وصلوا والو، وحتى داك السيد ما صوناش عليه. وملي هشام حاول يتصل به ما كيجاوبش. صافي هشام حتى هو ما تسواقش وقال بلي هذا غادي يكون غير شي نصاب او لا شي واحد باغي يتفلى. داك الراجل اللي دوا مع هشام غادي يبدا ينفذ الخطه ديالو.
الا وصلتي هنا فغالبا غادي تكون القصه عجباتك والمحتوى اللي كندير غادي يكون عجبك. نتمنى منك انك تخلي لي واحد شي من الفيديو وشي تعليق كيف ما كان واشتراك في القناه، هكا باش كتشجعني انني ديما نبقى له قصص جداد. ودابا نرجعوا للقصه ديالنا. هو عنده النمره ديال هشام وعنده التصويره ديال لاكارت ديالو وعارف شحال عنده في الكونت. اش غادي يدير؟ غادي ياخذ التصويره ديال لاكارت ديال هشام وغادي يدخلها للفوتوشوب وغادي يبدل ليها تصويره بلاصه تصويره هشام، غادي يدير تصويرته وغادي يخرجها بحال فوتوكوبي. كما كتعرفوا باللي فوتوكوبي التصويره ديال لاكارت ما كتبانش فيها بزاف، كيبانوا غير المعلومات، وهو داكشي اللي كان باغي. من بعد غادي يجلس كيتسنى حتى وصل نهار الجمعه باش يكمل الخطه ديالو. ولكن علاش نهار الجمعه بالضبط؟ باش هشام ما يلقى ما يدير، حيت كلشي كيكون مسدود نهار السبت والحد، وخاصو يتسنى حتى نهار الاثنين باش يحل المشكله اللي عنده. داك النصاب غادي يمشي لاجونس ديال الشركه ديال الاتصالات اللي كاينه عند هشام، يا اما انوي او لا اورانج او لا اتصالات، الله اعلم. المهم وحده من هاد الشركات، وغادي يطلب من داك الموظف اللي تما باش يرجع ليه النمره ديالو. ولكن في الاصل راه ماشي ديالو، ديال هشام. الموظف غادي يقول ليه اعطيني البطاقه الوطنيه ديالك. داك السيد غادي يقول ليه بلي ما عنديش، راه طاح ليا البصام وطاح ليا حتى التليفون، داك الشيء علاش باغي نرجع النمره ديالي. الموظف غادي يقول ليه ما عندي ما ندير ليك، ضروري من البطاقه الوطنيه. داك الراجل بقى كيطلب فيه تما وكيزوق فيه وقال ليه بلي ما يمكنش ليا نتسنى 15 يوم حتى نقاد لاكارت عاد نرجع النمره ديالي، وقال ليه بلي محتاجها ضروري للخدمه. وهنا فين غادي يعطيه داك فوتوكوبي ديال لاكارت وقال ليه بلي هذا بوحدو اللي عندي وغير لقيتو في الدار. الموظف غادي يبقى فيه وغادي يقضي ليه الغرض بعد ما خدا عنده داك فوتوكوبي وتاكد من دوك المعلومات اللي فيه ولقاهم بلي نفس المعلومات اللي مسجله عليهم ديك النمره. تما غادي يقول بلي هاد السيد فعلا هو مول ديك النمره وغادي يرجعها ليه، والنمره القديمه اللي كيقول بلي طاحت ليه غادي بلوكيها، اي انه النمره اللي عند هشام ما بقاتش خدامه. هاد النصاب ملي خدا النمره اش غادي يدير عاوتاني؟ غادي يصوني على البنكه اللي عند هشام وغادي يقول لهم بلي طاح لي التليفون وراه مشات لي لابليكاسيون ديال البنكه ومحتاجها ضروري، ولكن راه نسيت الكود والرقم الحساب، وهذا الشيء راه غير من التليفون ما مشاش للبنكه، كيدوي غير مع السونتر دابيل. ملي سولوه على المعلومات ديالو باش يتاكدوا واش هشام اللي كيدوي معاهم، غادي يعطي لهم المعلومات ديال هشام كاملين اللي عنده في التصويره ديال لاكارت، سميتو، الكنيه ديالو، النمره ديال لاكارت، تاريخ اللي زياد وزيد عليها كيدوي معاهم في نمرته، النمره اللي فتح بها هشام الكونت ديال البنكه. الموظف ملي تاكد من المعلومات اللي عطى لهم داك السيد غادي يلقاهم بلي نفس المعلومات اللي فتح بهم هشام داك الحساب ديال البنك. تما داك الموظف ما شك في والو وغادي يصيفط ليه الرقم ديال الحساب والكود ديال لابليكاسيون في الميساج، النمره ديال هشام. النصاب ملي وصلوا الكود غادي يدخل لابليكاسيون وغادي يبدا يخرج في الفلوس، ولكن كيفاش؟ كيدير واحد العمليه اللي سميتها اكسبريس، اللي من تطبيق ديال البنكه كتصيفط الفلوس للكيشي وكتخرجهم منه بلا لاكارت، غير بواحد الكود اللي كيعطيوك ملي كتصيفط دوك الفلوس وكتمشي لاي كيشي ديال ديك البنكه وكدير داك الكود وكيخرجوا لك الفلوس. المهم داك النصاب بهذه الطريقه كل نهار كان كيخرج 5000 درهم، حيت هي الحد الاقصى باش يخرجها. هشام في هذه الوقيته غادي يلاحظ باللي الريزو في النمره ديالو تقطع. علاش تقطع؟ حيت داك الموظف بلوكا ديك النمره، ولكن هو ما فراسو ما يتعاود وقال بلي هادي شي مشكله من الريزو وغادي تحل دغيا. هشام ما عطاش اهميه لهاد القضيه واصلا ما كانش كيهز التليفون بزاف حيت ما كيكونش مسالي، عنده الخدمه كثيره. ولكن ملي رجع في الليله ديال الجمعه غادي يلقى بلي الريزو مازال ما رجع، تما غادي يعرف بلي كاين شي مشكل في لاكارت. الغد ليه في الصباح غادي يمشي لاجونس، ولكن غادي يلقاهم مسدودين حيت ما كيخدموش نهار السبت، ودابا ما عليه سوى يتسنى حتى نهار الاثنين. النصاب راه كان ضرب الحساب لهذا الشيء، داك الشيء علاش كيبقى حتى نهار الجمعه عاد كينفذ الخطه ديالو. المهم بقى كيخرج في كل نهار 5000 درهم وخلص وشرى شي حوايج من الانترنت حيت لقى الفلوس موجوده وباردين ما عرق عليهم ما والو ولقى راحته. المشكله ان هشام ما ردش البال بلي الفلوس كيخرجوا من الكونت ديالو، وحتى كون كيدخل لابليكاسيون ديال البنكه غادي يلقى بلي الكود تبدل
وما يمكنش ليه يدخل. وملي وصل نهار الاثنين مع الصباح هشام غادي يمشي لاجونس ديال الشركه ديال الاتصالات اللي عنده باش يشوف اش المشكل عنده في لاكارت. ملي سول داك الموظف علاش الريزو تقطع عنده، الموظف غادي يقول ليه باللي انت اللي درتي واحد الطلب في واحد لاجونس اللي بعيده من هنا على انه طاح لك التليفون ومشات لك النمره وبغيتي ترجعها. هشام غادي يقول ليه لا انا ما درت حتى طلب وما عمرني مشيت لديك البلاصه اصلا والتليفون ديالي ما طاحش، واقيلا نتوما غلطتوا في شي حاجه. الموظف غادي يقول ليه ما يمكنش، وراه داك الطلب اللي دار داك النصاب باش يرجع ديك النمره. هشام عاد غادي يتفكر باللي كان صافط لاكارت ديالو لواحد السيد وباللي قال ليه عندي قدا وقدا في الكونت. تما غادي يطلب من داك الموظف انه يطلق ليه الويفي باش يدخل لابليكاسيون ديال البنكه باش يتاكد ياك ما داكشي اللي في راسو، ولكن ملي كيدخل الكود كيقولوا ليه باللي راه غلط. تما غادي يشدها بجريه ديريكت للبنكه ديالو باش يسولهم على هذا المشكل. ملي وصل للبنكه غادي يعاود لذاك الموظف هذا المشكل اللي عنده وقال ليه بغيت نشوف الحساب ديالي ياك ما خرجوا منه شي فلوس في هاد يومين. الموظف ملي قلب غادي يلقى بلي غير في هاد يومين خرج من لكيشي 1.5 مليون وخلص في شي مواقع في الانترنت شي 1.5 مليون اخرى. هشام ملي سمع هاد الشيء بقى غير شاد في راسو وما عارف شنو يدير، وطلب من داك الموظف باش يبلوكي ليه الحساب ديالو باش داك النصاب ما يبقاش يخرج في الفلوس. ومن بعد غادي يمشي ديريكت لعند البوليس باش يديكلاري بهذا الشيء اللي وقع ليه. البوليس غادي يعمروا ليها محضر بعد ما خداو منه جميع المعلومات اللي خاصهم باش يبداو البحث ديالهم باش يلقاو هذا النصاب. واول حاجه غادي يديروها هي ديك النمره ديال هشام غادي يديروا ليها الخبره باش يعرفوا المعلومات فين خدمات بالضبط واش من تليفون فاش خدمات وبزاف ديال المعلومات اخرى. بما خرجوا نتائج ديال هذه الخبره حيت كيتعطلوا شويه البوليس ما غاديش يجلسوا كيتسناو اش غادي يديروا، غادي يمشيو للبنكه وغادي يسولوا على الفلوس اللي خرجوا من الحساب ديال هشام في اش من مدينه خرجوا واش من كيشي والتوقيت فاش خرجوا. المدير ديال البنكه ملي قلب غادي يلقى بلي دوك الفلوس كلهم خرجوا في نفس البنكه اللي كاينه في واحد الفيلاج في النواحي ديال مدينه قنيطره. البوليس غادي يتحركوا لديك البنكه، ملي وصلوا غادي يدخلوا عند المدير وعاودوا ليه هذا الشيء اللي طرا وعطاوه التوقيت فاش خرجوا الفلوس وطلبوا منه باش يعطيهم التسجيلات ديال الكاميرات المراقبه. داك الشيء اللي غادي يدير داك المدير غادي يمشي لديك التوقيت بالضبط اللي بغاو في دوك 3 ديال المرات فاش خرجوا الفلوس كيلقاو باللي نفس الشخص هو اللي كيجي كيخرجهم وكان عندهم الزهر وجهه كان باين في الكاميرا. البوليس دابا عندهم الصوره ديال داك النصاب. شنو هي الخطوه الثانيه اللي غادي يديروا باش يتاكدوا باللي هو مول الفعله؟ هي غادي يمشيو لاجونس ديال الشركه ديال الاتصالات فين دار داك النصاب الطلب باش يرجع النمره ديال هشام. وملي اتصلوا بالشركه ديال الاتصالات الرئيسيه باش يعرفوا فاش من اجونس تدار داك الطلب غادي يلقاوها باللي كاينه في داك الفيلاج نيت فاش كاينه ديك البنكه اللي كيخرجوا منها الفلوس. البوليس غادي يمشيو لديك لاجونس باش يتاكدوا من الكاميرا ديال المراقبه ديالها واش نفس الشخص اللي كيخرج الفلوس هو اللي جا ودار داك الطلب او لا داك الموظف اللي تما كيتعاون مع هذا النصاب. ملي مشاو غادي يهضروا مع المدير ديال ديك لاجونس وطلبوا منه باش يعطي لهم التسجيلات ديال الكاميرا في الوقيته فاش دار داك الطلب. ملي شافوهم غادي يلقاو باللي نفس الشخص اللي كيخرج الفلوس من البنكه هو اللي دار داك الطلب. صافي هنا غادي يتاكدوا بلي داك النصاب كيخدم غير بوحدو ودابا ما عليهم سوى يتسناو النتائج ديال ديك الخبره اللي غادي يديروا على النمره ديال هشام باش يوصلوا ليه. وملي خرجت النتائج ديال الخبره البوليس غادي يلقاو بلي ديك النمره خدمت في واحد التليفون من نوع سامسونج وقدروا يعرفوا الرقم التسلسلي ديالو وزيد عليها عرفوا حتى البلاصه بالضبط فاش خدمات ديك النمره اللي هي واحد الدوار قريب لذاك الفيلاج فين كاينه ديك البنكه اللي كيخرجوا منها الفلوس. تما البوليس غادي يتحركوا لذاك الدوار وملي وصلوا غادي يعيطوا على المقدم ديالو وغادي يوريوه التصويره ديال داك الدري اللي كيخرج الفلوس من البنكه وسولوه واش كتعرفوا. المقدم ملي شاف التصويره مزيان غادي يقول لهم بلي هذا ربيع ولد با محمد. البوليس غادي يقولوا ليه يلا دينا لدارو. ملي داهم غادي يدقوا عليه وغادي تخرج امو وغادي يسولوها واش كاين ربيع. الام كتقول باللي كاين في الدار
ولكن باقي ناس. المحققين غادي يدخلوا عليه حتى لبيتو وغادي يعتقلوه وغادي يفتشوا بيتو وحتى دارهم كامله. وملي سالاو عمليه تفتيش غادي يلقاو عنده بيسي وشي 5 ديال التليفونات وبزاف ديال لي كارت. وملي قلبوا دوك التليفونات غادي يلقاو فيهم داك التليفون اللي من نوع سامسونج بنفس الرقم التسلسلي اللي عطات لهم النتائج ديال الخبره. المهم غادي يديو هاد الدري للكوميساريه باش يبداو معاه البحث. ملي جابوه غادي يدخلوه لغرفه ديال التحقيقات وغادي يبداو معاه التحقيق. البوليس ما غاديش يعطلوه، غادي يحطوا ليه تصاوروا فوق الطبله ملي كان كيخرج الفلوس من البنكه، وتصاوروا ملي مشى لاجونس باش يرجع ديك النمره والنتائج ديال الخبره. داك الولد ما لقى باقي ما يقول وما عنده فين يكذب، وغادي يعترف ليهم باللي هو اللي نصب على هشام. المحققين غادي يسولوه شحال من واحد نصب عليه. داك الولد كيقول باللي هادي اول مره ينصب على شي واحد، وكيقول باللي راه ندمان بزاف وراه عماه الطمع وما بقاش عارف اش كيدير. المحققين غادي يقولوا ليه واخا وفين هما دوك الفلوس. داك الولد كيقول باللي كلاهم كاملين. وفعلا البوليس ملي قلبوا دارهم كامله ما لقاو فيها والو، واش كلاهم فعلا او اللي خباهم شي بلاصه الله اعلم. المهم البوليس ملي سالوا معاه البحث غادي يقدموه للمحكمه، وجلسه مورا جلسه غادي يتم الحكم عليه ب3 سنين بالتهمه ديال النصب والاحتيال والتزوير. نتوما شنو بان لكم في هذا الحكم اللي تحكم به؟ واش هو هذاك او لا كيستحق اكثر؟ وشنو في نظركم هو الحل باش نساليو مع هاد النصابه، حيت النصابت كثيره بزاف في المغرب؟ انا كنشوف بلي خاص اعاده النظر في الاحكام اللي كيتحكموا بها النصابه، وخاصها تكون احكام اللي ثقيله 10 سنين للفوق باش نساليو مع هاد النصابه، باش يكونوا عبره الناس اخرين. نتوما الراي ديالكم كتبوه لي في التعليق. هذه هي القصه ديال اليوم، الا عجبتك بارطاجيها مع اصحابك، شي يجي من الفيديو اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.